أرجع لحضراتكم مشاهدينا الكرام ونتحدث أيضا عن الاستعدادات بقى لامتحانات الثانوية العامة، وإزاي إن إحنا يعني نمر بشكل كبير جدا، وإزاي نراعي الحالة النفسية للطالب أو الطالبة، ودور الأب والأم والأسرة في توفير أجواء مثالية لأبنائنا من الطلبة والطالبات الامتحانات الثانوية العامة، عشان يبقى شكل حلو وكويس يعني. وفي ارقام شكاوى هتبقى موجوده برضو لاي حد حابب ان هو يستفسر عن حاجه عن الثانويه العامه، هتبقى موجوده طبعا على الشاشه بمشيئه الله. طيب معانا دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين ارقام الشكاوى اللي موجوده. خلونا نرحب بضيفنا الكريم على الهواء مباشره، دكتور مجدي حسن علام، خبير الاستشارات التربويه. اهلا بحضرتك معانا يا اهلا فندم، بيك منورنا. اهلا بيك اهلا بيك يا سمو. هنتحدث مع حضرتك كالعادة. طبعا حضرتك بتشرفنا وبتنورنا، وبنتكلم على فكرة ازاي نوفر أجواء مثالية لأبنائنا من الطلبة والطالبات، خاصة عند دخول الامتحانات، وأخص بقى لما يكون امتحان الثانوية العامة. والله الثانويه العامه ده موضوع كبير، احنا بنعتبره ارث قديم. مم. واحنا بنقول ان دايما ان الثانويه العامه هي البعبع بتاع المنازل المصريه. مم. لان احنا امتى هنتخلص من اللفظ ده بقى يا فندم؟ ما احنا النهارده يعني لازم المفروض يكون عندنا السلوكيات المعرفيه اللي احنا ازاي نشجع اولادنا، ما يكونش هو ده الهدف الرئيسي بان احنا نخوفهم. مم. انا بنبسط جدا من الاب او الام اللي بتوجه اولادهم قبل الامتحانات ان الموضوع زيه زي اي سنه. سنة عادية ومفيش وفي أي نفس مشاكل، الوقت بدون ضغوطات ولا قلق. مفيش النهارده، لازم اكون على يقين ان اوفر الهدوء، اوفر الاضاءه الجيده، اوفر المكان الجيد. مش لازم المعسكرات اللي انا بشوفها في بعض البيوت، امتناع عن كل حاجه وامتناع عن اه. لها تأثير سلبي على الطالب أو الطالبة. مم. النهاردة بنقول دايما إن أي طالب ثانوية عامة أكيد من خلال الدراسة السنوية السنة كلها عمل خريطة ذهنية للمادة بتاعته، مم. اللي هو بيرجع ليها قبل الامتحان في نقاط يقعد يراجعها. مش راجع بقى المنهج كله، مفيش صحيح وقت. صحيح. ولكن السنة دي يعني في حاجة مميزة جدا، ان بكرة زي ما ذكرته في التقرير، ان امتحانات اللي هي اللي بتبدأ بان هي بدون مجموع، ولكن لا تضاف لمجموع، لكن نجاح وسقوط. مم. هيبقى في 10 ايام، 10 ايام اجازة العيد، اللي احنا ممكن نبقى عندنا توجهات لكل أسرة ازاي تبدأ تستعد مم. مع ولادها. وطبعا في ويعيدوا برضو عادي يا فندم، ويحتفلوا والله بالعيد. يعني النهارده الموضوع انا مش حرمان يا لسه جماعة، هو هنقول حسن بس استغلال الوقت. ان لازم يكون في خروج، مم. لازم يكون في فسح، لازم يكون في انشطه رياضيه للابناء، لازم يكون في دليل حطوا الاب والام في التعامل داخل الاسره. صحيح. حتى لو في له اخوات مخلصين امتحانات، مش لازم نمنع كل حاجة. مم. وفي نفس الوقت مش لازم الأولاد يبقوا ليهم تأثير. بنشوف بيوت كتير يا أستاذ محمد بيبقى في الزعيق والصراخ ما بين مم. الزوجين أو الأولاد. لا، احنا بنقول لغة الحوار نوفر احترام. الأجواء المثالية. لغة الحوار احترام. لازم يكون في احترام للإنسان اللي احنا بنشجعه وبنديله الدافع عشان يخش الامتحان بهدوء. صحيح. الكثيرين بيقعدوا يسألوا طب ما أنا ابني مذاكر بس بيخش ما الامتحان بيعرفش يحل. بيحصل توتر. بيحصل نسيان. مم. لا، أنا بقول لا، ما النسيان ده بمجرد ما بيفتح ورقة الأسئلة. صح. والسنة دي في كتيب المفاهيم اللي هو الأوبن بوك، النهارده بيسترجع المادة العلمية وبيلاقي نفسه بيحل. ما تقلقش. التوتر البسيط ده حالة صح. بتكون صحية، عشان هي دي الدافع مم. اللي بيخلي الإنسان عنده هدف، صحيح. غير التوتر الشديد اللي بيؤدي إلى سلوكيات غير حضرتك بتقول مسؤولة. انتوا بتعالجوا ناس بقى لها 3 سنين عدوا من الثانوية العامة وما زالوا بيعانوا من التوتر. للأسف، مم. لأن هو اتحط في مقارنات، اتحط في ضغوط نفسية، اتحط تحت ضغط نفسي رهيب، مم. وما راعوش ان هو ده سنة زي اي سنة، زي صحيح. ما حضرتك طبعا بتقول. طبعا. النهاردة لا، لازم نقول يا جماعة، يا اولياء الامور،
لازم ناخد بالنا من الصحة النفسية، من التغذية الصحية لأولادنا، الوجبات اللي احنا هياكلوها هنتكلم ايه. عن تفصيل عن اه، موضوع ما انا التغذيه بقول ده ليه ده موضوع المجمل لوحده. يعني. بس اه عايز اتكلم عن موضوع المقارنات. حضرتك ذكرت دلوقتي فكره ان الطالب لما بيتحط في وضع مقارنات مع الاخرين ممكن ده ياثر عليه سلبيا، خاصه لما يكون عنده اخواته اللي مروا بالثانويه العامه او اللي معاه او اللي قبليه يعني او كده. واحنا دايما بنقول المقارنات بتؤدي الى فشل المهمة، مم. لان النهارده التوجيهات غير المقارنات. انا لما اوجهه ايه الاخبار، عامل ايه، وفي نفس الوقت اما اجي اقارنه بحد قريبه او اخواته او كده، بتحطه دايما تحت ضغط نفسي رهيب. ما بيكونش في عنده اتزان انفعالي في المعامله مع الكتاب اللي بيذاكره. صحيح. وده انا بحذر منه. لا مقارنات في الدراسة او في الامتحانات. كلنا بنتعرض دايما للتوتر، لو انا رايح امتحان، رايح اختبار، رايح وظيفة، كله بيتعرض للتوتر. بينتهي التوتر ببدء الماراثون زي ما حضرتك ذكرت. صحيح. بداية الماراثون، مم. بداية الماراثون خلاص انتهى التوتر وانتهت كل حاجة مؤثرة على الخلايا العصبية بتاعت الإنسان. اكيد. يعني لازم كمان يا يا دكتور نراعي ان في فروق فرديه ما بين الاخوات وبعضهم داخل الاسره الواحده. وهو ده اللي انا بقوله دايما، ان الاب والام اكتر ناس عارفين التحصيل بتاع كل ابن عندهم، مم. والمفاهيم بتاعته، والاستيعاب، درجة الاستيعاب بتاعته، وبيتعاملوا معاهم على هذا الاساس. في بيقوي هذه الضعف عنده او القوة بيزودوها. مم. ودايما يعني من خلال برنامج حضراتكم انا بحذر من المذاكره الجماعيه. يا المذاكره الجماعيه ثبت فشلها ما بينهم. ليه؟ تحصيلها صفر. تحصيلها، وفي نفس الوقت ممكن يكون واحد تحصيله عالي مم. وادراكه عالي، والباقيين اقل، هياخدوه معاهم تحت. مم. وممكن يكون ولا العكس. العكس. واخد بال حضرتك، ان هو تحصيله عالي، يجي اللي عنده ادراك اقل وتحصيل اقل يحصل عنده انتكاسة، ان هو مش عارف يوصل للي هو بيذاكر معاه في المعلومات او غيره. طب يعني ممكن ما ينفعش العكس يا دكتور، يقول لك لما تذاكر مع واحد شاطر تبقى انت شاطر زيه؟ اما تذاكر، اما انا في قبل الامتحانات اه. انا بقى بحذر من المذاكرة الجماعية. مم. بيبقى فيها نوع من عدم التركيز. مم. ممكن واحد يطلع بموضوع، يقول موضوع، او يخرجوا بنت تقول بره موضوع، يخرجوا الموضوع. عن النطاق اللي هو محطوط لهم، الاستعداد لامتحان صحيح. الثانويه العامه. اتفق مع حضرتك في النقطه دي، مهمه جدا فعلا. التركيز مهم جدا، وعشان نحصل التركيز او نقف نحافظ على التركيز لابد فعلا يكون عندك اجواء مثاليه انك انت تقعد فيها. ما ينفعش تقعد في وسط مجموعه كل واحد يقول كلمه، كل واحد يقول هزر بهزار، هتخرج جرس يضرب، تقوم وتاكلوا مع بعض، تلعبوا مع بعض، ففعلا التحصيل ممكن يكون ليس بالقدر الكافي اللي هو حابين نوصل له. طب دكتور، عايزين نتكلم على فكرة برضو دور الأب والأم بقى هنا بشكل مثالي. إزاي نقدر، هل في توعية للأب والأم إنهم يتعاملوا مع أولادهم أثناء فترة الامتحانات؟ كل اب وام هم عارفين اولادهم اكتر من الاخرين، ولكن هم عليهم الدور الرئيسي في ان هو ما يوجه بحكمه، او الام بتوجه بحكمه. ولسه حضرتك قلت وقلنا لا مقارنات، دي اول صحيح. جزئيه. نوفر الجو المناسب، الاضاءه المناسبه. الالوان ليها تاثير يا استاذ محمد على النفسيه. الموسيقى اللي بيسمعوها، ولازم يكون في وقت لسماع الموسيقى والاسترخاء عشان الخلايا والاعصاب بتاع الطالب تبقى فيها هدوء. الروائح اللي بتترش بتبقى ليها تأثير، وبتركز، بيبقى في ارتكاز داخل العقل للي بيذاكروا مع الروائح اللي هو بيحبها، وبتترش داخل المنزل. أكيد. ما بقولش بقى نجيب برفم غالي او كده، لا، احنا بنجيب حاجة من اللي هي العطرية اللي بتترش عشان اغير له الجو. ويا ريت لو هو بيذاكر على مكتب كان كل تركيزه في الجنب اليمين، غيره له الشمال. صحيح. غيروا له شكل الغرفة اللي بيذاكر فيها. والله فكرة المفروض ده طالب وطالبة ثانوية عامة، يعني المفروض وصلوا لدرجة إن هم يعملوا ده بنفسهم، مش محتاجين إن حد يقول لهم غير مكانك، حط بيرفيوم مش عارف إيه خد بال كده حضرتك، يعني.
الثانويه العامه بتيجي في فتره مراهقه، ايوه. والنهارده الشاطر اللي بيعدي مرحله المراهقه، النهارده في عندنا بيطلع مراهقته في مذاكرته، مم. وفي بيبقى الموضوع عنده سلبي لدرجه ما بيقدرش يقاوم فيها المراهقه، وبتضيع منه الدراسه بتاعته والسنه صحيح. بتاعته. طب دكتور مجدي، لسه كنا بنتكلم عن ان في يعني توجيهات استرشاديه للطلبه والطالبات يخلي بالهم ازاي يعدوا الامتحان بكل سهوله وامن وسلام عليهم يعني. لكن في طلبه برضو بيعتمدوا على فكره الغش اثناء الامتحانات، يقول لك انا هذاكر على قد ما اقدر وادخل بقى اغش واحاول ان انا اتفنن في وسيله من وسائل الغش بحيث ان هو يعني يطلع. تقول لهم ايه دول، او دول بيعملوا كده ازاي؟ خدوا بالكم، انا كنت في زياره لوزاره التربيه والتعليم، وعندهم اكبر قاعه مراقبه لكل اللجان، مم. ومش عايز يعني اقول اللجان لحضرتك بقت مراقبه كمان دلوقتي مراقبه بالكاميرات. من كل بالكاميرات، وفي هيئه الاتصالات مع وزاره التربيه والتعليم عملوا مراقبه لكل اللجان، مم. وخاصه اللجان اللي ثبت قبل كده ان فيها حالات، مم. كان فيها حالات غش. لا، انا بحذركم، وزي ما الصحفي الجميل اللي حضرتك كاتب استضفته الصحفي استاذ رفعت فياض طبعا. كان بيتكلم، لا بنحذر، بس انا مش عايز احذركم ان انا اخوفكم، مم. لا انا عايز احذرك لمصلحتك. صحيح. انت مذاكر، واللي جوه تفكيرك هو ده اللي هيكون موجود. ده الامتحانات اسهل منها، مفيش السنوات دي مم. غير لا، السنوات هي اللي قبل انا كده. بصراحه اتفق مع حضرتك في النقطه دي يا دكتور، وان امتحانات الثانويه العامه اختلفت تماما عن زمان يا جماعه. اصبح فيها اسئله مقاليه بسيطه سهله، اختيار متعدد صح وغلط، اختار بين القوسين. الموضوع بقى اسهل بكتير يا فندم، ما بقتش بعبع ولا خوف ولا بتاع. خالص. لكن نصيحه كل الدكتور مجدي والجميع طبعا، وانا كولي امر برضو بقول لاولادنا وبناتنا ما تخافوش من الثانويه العامه. اعمل اللي عليك وذاكر، وزي ما تيجي تيجي. مش مهم تجيب مجموع كبير، يعني زي ما قال الدكتور مجدي، كنا لسه بنحضر من الكلام مع حضرتك بتقول يعني لو كل الناس جابوا 100%، كل الناس هتدخل دكاتره، كل الناس مش هيدخلوا طب هيطلعوا دكاتره؟ استحاله. ال 745 ألف هيطلع منهم كل فئات المجتمع، صحيح. والنهارده التميز في فئات المجتمع كلهم في تخصصه. ما النهارده حضرتك بقى دكتور متميز، مهندس متميز، اعلامي متميز، لاعب متميز، صحفي متميز. النهارده التميز في التخصص بعد ما اخرج من التخصص، صح. ولازم اكون حابب ان انا هخش ايه، ولازم ان اولياء الامور اوعى ما تخشش طب هو ده عشان بقى للاسف هعيط الضغط جنبك بقى، لو ما دخلتش. لا لا لا، الموضوع مش والمقارنات كده. مع ما احنا الاهل قلنا لا والجيران. لا، مقارنات، ايه، خليك زي بنت خالتك، ابن لا لا خالتك، مش عارف مقارنات. ايه كده. وفي نفس الوقت احنا عايزين نقول روشتة مم. نفسية لكل اب وام، الهدوء النفسي، الهدوء الاجتماعي. احنا دايما بنقول الحضن بيولد هرمون السعادة ناقل الأعصاب الجيد، عشان الأم بتيجي تحضن ابنها أو بنتها ما تلاقي عندهم رهاب أو رهبة معينة، مم. الحضن ده بيقضي على أي خوف، بيحول الطاقة السلبية إلى طاقة إيجابية. اكيد يا فندم، التغذيه مهمه جدا يا فندم اثناء فتره الامتحانات، صح. احنا دايما بنقول اهتموا بالصحة الغذائية زي الصحة النفسية. مم. الصحة الغذائية النهاردة لازم نكون مركزين على أكلات ليها تأثير في الذاكرة، زي السلمون، زي اللحوم، زي الأسماك، دي ليها تأثير جيد. صحيح. الفواكه الطازة، طبعا. لازم يكون في الفواكه ليها تأثير، لأن النهاردة معظم الأربع هرمونات سعادة بتتأثر بالتغذية. العصائر الفريش، نبعد خالص عن العصاير اللي مصنعه. بتكون فيها مواد حافظه. مواد حافظة. نبعد عن الوجبات الجاهزة اللي بتيجي من بره، مم. يا ريت انا بحذر منها تماما، صحيح. لانها بتفقد التركيز. نبعد عن شرب الكافيين كتير، لانه ده بيأثر. كافيين، صح. وخدوا بالكم، الساعة البيولوجية اللي انا بحافظ عليها للجسم، مش بان انا افضل سهران طول الليل وانام الصبح، لان هيجي في الامتحان هيلاقي نفسه بينام. صحيح. لا، احسن وقت للمذاكرة هي وقت الصبح بعد صلاة الفجر. اقعد ابدأ بالمواد الصعبة، وبعد كده هتلاقي الموضوع سلس لو انت بتسمي وبتحمد، واحنا في اشهر صحيح. حرم مقبول فيها ان انت تدعي، لان هو دايما هيكون في الدعاء، هو ده السبيل
صحيح. للنجاح. بشكرك جدا دكتور مجدي حسن علام. طبعا وتحدثنا على فكره الامتحانات الثانويه العامه. بشكرك جدا دكتور مجدي، الله يخليك، دايما شكرا لحضرتك. بتنورنا. متشكرين يا استاذ محمد. ما زلنا مع حضراتكم مشاهدينا الكرام.